السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ اخباركم؟ اهلا بيكم في قناه كتير. النهارده هنعمل وصفه زي ما قلنا، وصفاتنا سريعه. هنعمل النهارده ازاي تعملي رز الصياديه، رز السمك بطريقه سهله وجميله، وتخلي الضيوف بتوعك او اهل بيتك مش هيشبعوا منه. اول حاجه هنحتاجها، هنجيب بصله كبيره ونبشرها، وطماطميه برده، طماطميه مبشوره، وهنجيب فلفل اسود وكمون ومعلقه كركم ومعلقه بصل بودر والملح والكزبره الناشفه. وهنجيب 3 كوبايات رز منقوع ومغسول كويس ومصفيينه من الميه. اول حاجه هنعملها، هنجيب حله معانا. اول حاجه هنجيب حله زي ما قلنا كده، ونحط فيها شويه زيت، وهننزل عليها بالبصله، وهنبدا نقلب لحد ما البصله دي تبقى خلاص هتتحرق. لازم اللون بتاع البصل يبقى غامق قوي عشان يطلع الشكل جميل. هنفضل نقلب كده لحد ما اللون زي ما قلنا يبقى غامق قوي. ما تخافوش ولا تقولوا ده اتحرق، لا، احنا عايزين اللون غامق على قد ما نقدر نغمق لون البصل عشان يطلع الرز بتاعنا مظبوط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جيبوا النبي صلى. اهو شايفين اللون رايح يبقى ذهبي، بس احنا بقى زي ما قلنا مش عايزين اللون الذهبي، احنا عايزين اللون المحروق. عارفين يعني ايه محروق؟ شايفين اللون رايح يغمق اهو. لحد ما يغمق خالص، لحد زي ما بيقولوا كده يبقى خلاص نقول عليه خلاص هيتحرق. شايفين اللون غمق ازاي؟ بعد كده نروح ضايفين الفلفلايه المبشوره اللي عندنا، بعد ما ضفنا الطماطميه المبشوره هنضيف كل التوابل اللي احنا قلنا عليها، الكركم والكمون والملح والفلفل الاسود والكزبره الناشفه. هنضيف كل المكونات دي. شايفين اول ما تجربوا الطريقه دي هتشموا بقى ريحه ايه، مش هقول لكم، ريحه جنان. طريقه مختلفه شويه يعني، يا رب تعجبكم وسريعه. بعد ما كل التوابل دي تبقى داخله كده كلها في بعضها مع البصل، هنبدا بقى. بصوا انا عامله 3 كوبايات رز، كل كوبايه رز عليها كوبايه وربع ميه، كل كوبايه رز عليها كوبايه وربع ميه. بعد ما نضيف زي ما قلنا كده الميه، قلنا انا عامله 3 كوبايات رز، كل كوبايه رز كوبايه وربع ميه. بعد ما احط الميه هسيبها لغايه ما تغلي كده شويه بالتوابل بالبصله. بعد كده هنضيف الرز. استنى بس لما الميه تغلي الاول اهو كده، الميه غليت معانا. بعدها على طول هننزل بالرز، نجيب الرز اهو. بعد ما غليت الميه نزلنا بالرز، نقلب الرز كويس قوي. هنقلب الرز كويس قوي معانا لحد ما يغلي، وبعد كده نوطي عليه ونغطي.
اول ما يبدا يغلي الرز عن الميه بتاعته هنغطيه. لما خلص الرز طلعناه. بصوا كان بقى شكله جميل ازاي ويفتح النفس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب وصفاتي تبقى خفيفه على قلبكم وتعجبكم، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي ووصفات سهله وسريعه. واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.